بالنسبه للمهرجان غادي يكون ايام 25 26 27 دجنبر، قاعه المركز الثقافي إكليل اللي كتواجد بعين قطيوط. بالنسبه لمدينه طنجه كتعتبر من المدن الاولى اللي تاسست فيها عدد من الفرق ديال كره القدم منذ سنه 1919 على عهد السلطان مولاي يوسف. تاسست في طنجه يعني واحد الفرقه اللي كتحمل اسم المغرب الاقصى، ولعبت عدد من اللقاءات مع عدد من الفرق من اسبانيا ومن عدد من الدول. بلال الصغير، المدير العام لمهرجان طنجة الدولي للشعر في النسخة ديالو 13. المهرجان هذه السنة هذه ارتأى أنه يتنظم في شهر 12 باش نواكبوا الحدث القاري الرياضي كأس إفريقيا للأمم اللي كتعرفوا بلادنا في هذه الفترة هذه. حنا من جهتنا بغينا نواكبوا هذا الحدث الرياضي من الجانب الثقافي وخصوصا من الجانب الشعري، لأن كيف ما كنعرفوا مدينة طنجة هي كانت دائما واحد المدينة اللي هي مضيافة ومدينة ديال التسامح اللي كيتعايش فيها جميع الأديان وجميع الأجناس. فمدينة طنجة من خلال المهرجان ديالها ارتأت أنها تنظم المهرجان احتفاء بالقارة الإفريقية وتكريما للشاعر الطنجي منير بولعيش. هذا الاسم هذا اللي أعطى الكثير لمدينة طنجة، وهي مناسبة أيضا جات التكريم ديال الشاعر الرحيل منير بولعيش على الانضمام ديال مدينة طنجة ضمن الشبكات المبدعة في مجال الأدب من طرف منظمة اليونسكو. المهرجان كما العادة شركاء ديالو تقليديين ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة والوكالة تنمية الأقاليم الشمالية ومجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، عمالة طنجة أصيلة، إضافة إلى جماعة طنجة ومقاطعة بني مكادة ومقاطعة طنجة المدينة ومقاطعة سواني، وطبعا المركز الثقافي إكليل اللي غادي يعرف هذه الأنشطة أيام 25 26 27 دجنبر من سنة 2025 بمشاركة واحد العديد من الشعراء اللي كينتميو لتمظهرات وحساسيات ثقافية مختلفة اللي غادي يحجوا لمدينة طنجة من أجل الإمتاع ديال عشاق الشعر، إضافة للسهرات الموسيقية اللي غادي تمزج ما بين الموسيقى المغربية والموسيقى الإفريقية. وشكرا مجددا ومرة أخرى ودائما المنابر الإعلامية على الدعم الدائم لهذا المهرجان اللي احنا متأكدين كل التأكيد وكنقولوها وحنايا كنفتخروا أن الاستمرار ديال المهرجان جاب الفضل ديال العائلة ديال المهرجان اللي هما المنابر الإعلامية الصديقة لهذا المهرجان. وشكرا لكم بزاف. بسم الله الرحمن الرحيم. المغرب يعني ثقافيا وأدبيا وتاريخيا له عمق إفريقي، ومهرجان طنجة الدولي للشعر كما أنه احتفى بالجانب الأدبي والفني والشعري للمغرب من عمقه العربي عندما استضاف الشعراء العرب من مختلف الدول العربية، واحتفى به من جانبه الدبلوماسي واحتفى بجارته الإسبانية في الدورة السابقة. يحتفي به هذا العام من عمقه الداخلي الإفريقي باعتباره أولا منتميا لهذه القارة التي لها تاريخ عريق ولها جذور موغلة في التاريخ، ولأن الأمر يصادف يعني مجموعة من الأحداث التي تواكب هذا المهرجان. أولا هناك حدث تاريخي هام جدا يتعلق بمشروعية الصحراء المغربية وإحقاق حق المغرب في هذا الجزء من ترابه التاريخي، وباعتباره أيضا يمثل عمقا إفريقيا تاريخيا. وحدث رياضي ينتظره الجميع وهو احتضان مدينة طنجة لكأس إفريقيا لكرة القدم. لما لا يكون تكون المواكبة أيضا من الجانب الثقافي الأدبي وتحديدا الجانب الشعري الإبداعي لتحتضن المدينة في نفس الآن يعني الشعراء من قلب القارة الإفريقية ومن مختلف الدول المنتمية لهذه القارة ليقدموا إبداعاتهم وليعبروا عما يختلج أفئدتهم من مشاعر حول هذه الأحداث وحول هذه المجريات التي تتعلق بعمق تاريخي أدبي فني للمنطقة.